بعد ما طلعت من القوات الأمريكية اعتقلوني مكتب إرهاب الفلوجة. نعم. وطلعت عاد تواجهنا أنا وفريد. فريد قال لي نرجع على عملنا وهاي، قلت له ماشي. قال عندنا عملية على الشيخ عفان راح تصير، اريدك بس تراقبنا. قلت له ماشي. ظليت اراقب اسابيع. يوم الحادث قال لي هم جايبين الانتحاري عندهم هو علاوي اللي عمار محمد فارس، جايبينه ورتبين شغلهم بالموقع. وراقبت يوم الحادث الساعة 11 الصبح، واقف على الجسر راقبت، شفت الدوريات جن السود من الصيدلة مع حلابسة. خابرت فريد بيرتنا لغة زان وياه، قلت له الحج جي، قال لي ماشي. قلت له طب الحج عبر السيطرة، قال لي ماشي. قال ها هي روح انت. نفذوا من الواجب كملوا. نعم. نعم سيدي. بعد والانتحار يكون هذا مثل من الرمادي سيدي، قال لي. يعني جنسية الانتحاري منين؟ من الرمادي سيدي. من الرمادي. نعم سيدي. الجهة اللي جابتها منه؟ جهة الدولة سيدي، دولة العراق الإسلامية جابوه. دولة العراق الإسلامية. نعم استاذ. نعم. بعد بالجغيفي طلعنا انا وفريد ومازن، طلعنا على هاي التكنة، عندنا قاذفات 2 ورشاشات. والعملية الثالثة ومازن. نعم. عندنا بي ام وعندنا ذب. طلعنا ضربناهم على بالموقع مالهم على شارع الثرثار وعلى السكنية وعلى طريق العامية سيدي. نعم. هاي العمليات اللي قمنا بها احنا ذول ال5. قمنا بعملية انا وماجد احمد عاصي وحمودي، واحد ملقب اسمه حمودي. نعم. على نقطة يم الجسر القديم مال الاتحادية سيدي. ضربناهم برمانة. نقطة الشرطة. نعم سيدي. الشرطة المحلية. نعم سيدي. نعم. نعم سيدي. زين. نعم سيدي. هاي الواجبات اللي قمت بها ويا هذول. زين. انت تقول ضربنا الجيش العراقي. نعم سيدي. والجيش العراقي هو جيش، يعني جيش العراق لحماية العراق، لحماية أرض العراق، وأنت في يوم من الأيام إذا خدمت بالجيش أنت مثلت أيضا الجيش وكنت أحد أفراد الجيش. صحيح سيدي. بعدين ضربتوا أيضا الشرطة الاتحادية، الشرطة المحلية، يعني ما لا يسلم من عندكم لا الجيش ولا الشرطة المحلية ولا أقاربكم سواء الشيخ عفان اللي هو من عشيرتك واللي هو من يرأس وأحد رموز هذه المحافظة وشيخ من وجهاء عشيرتك، عشيرة البعيسة، وجريمة أنت تنتمي لهذه العشيرة. زين، شنو التمويل؟ يعني منين تحصلون التمويل لهذه العمليات الإرهابية؟ التمويل هم اللي الدولة تجيبه. منو اللي مسؤول عليكم؟ علاوي سيدي اللي يعني التمويل أنت يجيك منين من يا جهة؟ أنا التمويل ما استلمت، بس هم يجيهم ما أعرف التفاصيل من تجيهم التمويل سيدي. زين، شنو القصد بارتكاب هالجرائم؟ ضرب الجيش، الشرطة المحلية، وضرب الجيش وضرب وقتل المواطنين. ليش اختاريتوا بقتل والزعزع هذا وهالفوضى بهالمكان؟ اي سيدي، صار في القضاء يوم صار في المظاهرين والجيش سيدي. نعم. جي امر على كلهم يضربون الجيش في الفلوجة حتى يطلعون في الفلوجة. زين. نعم سيدي. زين، انتم مو بس الجيش، ضربتوا حتى الشرطة المحلية. نعم سيدي. ليش اختاريتوا الوقت هذا؟ شنو السبب؟ على مود يوم صارت الضجة مع مظاهرات سيدي. استغليتوا يعني؟ نعم سيدي. ايش تنصح الناس اللي خارج والله انصحهم من الشبكات الارهابيه؟ والله انصحهم ان يتركون هذا الطريق، لا يظلمون. مصيرهم راح يكون نعم مثل مصيرك ايضا في قبضه العداله. نعم. ويتم حالتك الى المحاكم المختصه وتنال جزاءك العادل. نعم. وراح تنتهي عمرك وحياتك بالسجون وعائلتك تكون في اتجاه اخر. اني محمد احمد عباس جاسم عيساوي، انتميت الى دوله العراق الاسلاميه 2012 برمضان. نعم. وقمت ب3 عمليات. اول عمليه مطعم زرزور، انا وثامر حرج رشيد،
اخذنا عبوه من هادي عبد الله سليمان وجاء بجنطه لابتوب، اخذناها ورحنا المطعم، فقعدنا بالمطعم وتعشينا، والله ما تعشينا، حطيناها جوا الميز وطلعنا. صعدنا الجسر مال العياده الشعبيه دقينا عليها فطقت. العمليه الثانيه مال بيت ام ريام كانها تحشي على الدوله الاسلاميه، فرحنا له على عذاب عياده على المدعي هادي عبد الله سليمان، اخذنا من عنده عبوه فقمنا بزرعها على الباب، انا راقب له هو حطها فدق عليها الصبح طقت. نعم. العمليه الثالثه هي الجيش، ثكنه مال الجيش، كانهم قاموا قمع متظاهرين، طولت ما قابل تقريبا 10 دقائق اقل وانسحبنا. انا ذني 3 عمليات عندي. زين. نعم سيدي ما كنا نتصور جهاز الشرطه يعني ايش قوي عنده معلومات يعني هيك. يعني كنتوا تتوقعوها ما بالانفلات؟ لا سيدي. وبعدين شفتوا سيدي يعني تنصحهم، يعني تنصح الناس اللي خارج قبضه العداله يسلمون انفسهم؟ والله سيدي انصحهم يعني يقفون الحق. نعم. هذا التمويل منين لكم التمويل؟ والله سيدي ما اعرف، انا بمطعم يعني ما ينطي فلوس، رحنا عليه. ينطي فلوس؟ ما ينطي فلوس. ليش ينطي فلوس؟ والله ما اعرف سيدي، انا رجال جندي يعني، رجال جندي يعني ما لي شغل. نادم على عملك؟ اي سيدي. جهناكم يس؟ اي نعم يس. الاخيره واللي صارت في الفلوجه، هاي الاخيره من قتل القاضي معروف، قتل الشيخ عيفا، قتل احمد جهاد، كلها انكشفت. كلها انكشفت عندنا بالشرطه باللجنه التحقيقيه الخاصه، وايضا بجهود ايضا شرطه الفلوجه حتى لا نبخس دور. كان لهم دور بالقاء القبض على المتهمين. وهاي القتله هاي الناس اللي تستهدف ابو المطعم تستهدف. كان زبائن قاعده هوايه وعمال موجودين يشتغلون يعني شغلات، وش ما احس غير انفجار واستشهد عالم، صوبت عالم هوايه يعني كان المطعم مكتظ يعني بعد ما بادئ لا الاكتظاظ، بعد اي بي ناس هوايه والله استشهدهم زبائن يعني هم قاعد ياكلون، مواطنين عاديين قاعد تعشون استشهدهم. لا ما عندنا لا شغله لا بسياسه ولا مرشحين ولا كل شيء عندنا يعني ما انسان يشتغل على باب الله طالعين الصبح والله نشكر الشرطه وقائد الشرطه على استمساك بهم وقال قبض عليهم، وان شاء الله طلعوا لنا حقنا من عندهم. السلامة. الاسم هادي عبد الله سليمان. سكنت الفلوجة حي رسالة، مواليد 1973. قمت بعمليات إرهابية 3 عمليات أنا ومجموعتي. الأمير ثامر حرج. قمنا بعملية زرزور، أول عملية مال زرزور. قمت بعبوة انطيتها الثامر حرج وحمادة وعلاء، وقاموا بتفجير مطعم زرزور. والثانية قمنا بدار أم ريام، كيف تحكي على تنظيم القاعدة. نعم. عبوة لاصقة وضربوها كيف تحكي على تنظيم القاعدة. الثالثة قمنا بعمل مال الجيش سيدي، 3 رشاشات وبيكيسي وقاذفة. استغليناها فرصة كيف الأوضاع مال المظاهرات، وقمنا بضرب الجيش. كملنا العملية، جينا عاد للفلوجة سيدي بعد ما سوينا كل عملية. نعم سيدي. ليش يعني انت اللي يعني جهزت العبوه الى المطعم استهداف مطعم زرزور؟ اي ثامر طلبنا. زين. شنو يعني الغايه الغايه كيف ما انطوهم فلوس سيدي؟ لمن ينطي فلوس؟ للتنظيم. اخواننا يعني هاي ملاحظه اود ان انبه الشرفاء بعدم دفع بما يسمى الاتاوه الى التنظيم الاجرامي الارهابي، وعليهم ايضا واجب شريف ووطني ان يخبرون الجهات الامنيه والتحقيقيه، وان
امتنعوا عن الحضور في الأقضية ضمن أقضيتهم بإمكانهم مراجعتي شخصيا بالإخبار عن هؤلاء القتلة الذين يقومون باستفزاز واستفزاز الناس بأخذ الأتاوات لغرض قتل أهل الأنبار وقتلهم هم نفسهم. يعني يدفع ويقتل بمبلغه وبالمادة، لأن هاي حالة تؤدي إلى ذبح ودمار وقتل أهل الأنبار. وحصلت لدينا حالة قبل حوالي 3 أيام من نفس التنظيم أيضا باستغلال امرأة وهي من عائلة إرهابية ومجموعة إرهابية باستغلال ناس، وتم أيضا التعاون وإلقاء القبض عليها بالجرم المشهود، ولدينا أيضا متابعة على هذا العمل. فأنصح كل الأخوة المواطنين كل الناس شرفاء بعدم دفع، وإنما يتم الإخبار والتعاون معنا كأجهزة أمنية ولغرض الحفاظ على سرية المعلومة. بالإمكان أي واحد يتعرض إلى استفزاز أو استفزاز من هؤلاء القتلة الإجراميين مراجعتي شخصيا. الاسم علاء عذاب عيادة. نعم. مواليد 1983. نعم. ايه. نعم. كنت معتقل ببوكة. جيد. وانتميت لتنظيم القاعدة بال 2010. نعم. بايعت ثامر الحرج. نعم. وقمت بإعداد جرمتين بالفلوجة. نعم. واحدة من عندنا أم نعام. خابرنا ثامر الحرج، قلنا له اكو تندعي مرة تحكي على التنظيم. خابر هذا قال له راح يجيك محمد أحمد وعلاء عذاب، يعطيهم عبوة لاصقة. وأخذناها وجينا على أم نعام، لصقناها بالباب. أم ريام. نعم. أم ريام حطيناها بالباب ويا اذان العشاء. نفذت عليها أنا بال6:30 صباحا. زين. بعد هاي العملية هجوم على سيطرة جيش زين. قرب جامع تغوى. زين. أنا وثامر محمد رشاشات بكيسي، وسحبنا من السيطرة. واستغلنا الوضع مال المظاهرين. نعم. زعزعة الأمن داخل الفلوجة، مدينة الفلوجة. بس انتم جاي تستهدفون اهلكم بالفلوجة، جاي تستهدفون ابنائكم بالفلوجة، جاي تدمرون المطعم اللي يخص ويخدم اهل الفلوجة، تدمرون الشارع اللي يخص ويخدم اهل الفلوجة. يعني ليش الجرم هذا والفكر هذا الارهابي؟ والله والجيش جيشكم جيش عراقي به عراقيين. نعم استاذ. يحمي العراق. نعم سور استاذ. العراق، وبعدين قاعد ان يخدم الفلوجة. نعم استاذ. ليش؟ ما هم يقرون فكرنا هيك، قالهم هذول يريد يسووها طائفة سنة وشيعة، وشون الشيعة يجون الفلوجة. يعني دخلهم أفكار بعقولتنا، يعني غير أفكار دينية. ايه نعم استاذ. هو الارهاب هو الارهاب جاي بعمليات ان يخلق نعم استاذ. ايش تنصح الناس اللي هم خارج قبضة العدالة؟ والله انصحهم يقعدون ويسلمون نفسهم للقوات الشرطة والامن بس. هاي كنتوا تتوقعون اكو ايجاز؟ لا ما نتوقع. بعدين شفتوا؟ توقعنا دولة وامن واستقرار. نادم على عملك؟ ايه السيد نادم. تمويل منين يجيكم التمويل هذا الارهابي؟ منين تعرفوا منين يجيكم؟ لا والله استاذ.